ليش نحن نتكلم هذا الكلام؟ لأنه واحد من الشباب حكاني يقول لي رحت ملعب الجوهرة واللاعب الفلاني ضيع هجمة كورة، الله المستعان، كورة. يقول وانا قاعد في المدرجات، يقول اقسم بالله لما نضيع اللاعب الهجمة، يقول عدد ما سمعت من الناس اللي في الملعب سب الدين والله ما احصي. هذا يقول يلعن دينك، وهذا يقول يلعن دينك، وذاك يقول يلعن دينك. يقول ماني قادر، يقول قررت من تلك اللحظة اني ما احضر الملعب. هذا اللي اقدر اسويه، ما اقدر انكر على فلان وانكر على فلان. يا فلان ترى ضيعت اسلامك، ترى انت سبيت الدين، ترى ربما تخرج من الدين بسبب هذه الكلمة. يلعن دينك، مصيبة عظمى، ناس تموت من أجل الدين وهذا يخرج من الدين. والدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام. الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني هو لما يقول اللي عن دينك هو يسب ايش؟ يسب وش الدين؟ يسب الإسلام. عشان ايش؟ عشان كورة. وبعض الشباب ايش يقول كلمة يا أخي، كلمة والله ما من قلبي. ما في شيء حبيبي من قلبك ولا مو من قلبك، ما هذا الكلام لا تعتذر به. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لا تقول من قلبي مو من قلبي. لما جاء معاذ بن جبل يقول يا رسول الله أو محاسبون على ما نقول، الكلام اللي نطلع من ألسنتنا الله بيحاسبنا عليه. قال يا معاذ ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ الناس ما يدخلون النار إلا بسبب ألسنتهم، إلا بسبب الكلام ذا اللي يقولونه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رب كلمة لا تلقي لها بال، يعني في المدرجات انت ما انت شايل هم ولا انت ما انت عامل له حساب. رب كلمة لا تلقي لها بال تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا. انا اسألكم سؤال، لو جانا الآن نصراني ولا يهودي ولا بوذي ولا مجوسي وجاء وقف على المسرح قال أنتم مسلمين؟ قلنا له نعم. قال والله أنا قاعد أسمع المحاضرة حقتكم وأسمع القرآن كلام الله، تأثر قلبي وحبيت الإسلام وأبغى أدخل في الإسلام. إيش نقول له؟ إيش نقول له؟ إيش نقول له؟ ذحين بندخله في الإسلام، إيش نسوي معاه؟ نروح نذبح له ذبيحة ولا نروح ناخذه بحج ولا عمرة؟ ايش نقول له عشان يدخل في الإسلام؟ شهادة صح؟ قل يعني ايش؟ كلمة واحدة يقولها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كلمة واحدة يقولها وهو له 30 40 50 سنة كافر. كلمة واحدة يقولها بلسانه يصبح ايش؟ مسلم. كلمة واحدة دخلته في الإسلام، وكلمة واحدة قد تخرجك من الإسلام. سبة واحدة للدين، سبة واحدة لله سبحانه وتعالى للرب قد تخرجك من الدين بالكلية.